ممكن يكون عندك صفات شخصية إيجابية كتير، تكون موهوب مثلا أو شخصيتك مؤثرة أو طموح أو مجتهد، لكن ده مش كفاية. فرصتك في النجاح هتزيد لو قدرت تنمي جانب مهارات التعامل مع الناس. هاخدك في رحلة بتتضمن 5 مبادئ هتخلي حياتك ممتعة أكتر وهيقل فيها التوتر، وممكن برضو تكون ربحية أكتر. هتبقى محبوب ومتقدر وهتعمل اختلاف إيجابي في العالم اللي حواليك. هتقدر تحول أي موقف سلبي محتمل لمكسب لكل الأطراف. كلمة خصوم هنا مش معناها خصوم حقيقيين، المقصود بيها هم الناس اللي بتقف في طريق تحقيق أهدافك. هم جزء من عملية التعلم، مش لازم يكونوا بيمثلوا رموز سلبية. هنعتبرهم شركاء لينا في تحقيق التطور والنجاح، وكأنهم أشخاص نقدر نحولهم لحلفاء علشان المنفعة المتبادلة. خلونا في الأول نعرف مين هو الحليف. الحليف هو الشخص اللي شبهك، اللي بيشاركك أهدافك وعنده أهداف شبهك. وعلشان تقدر تأثر في الناس وتحولهم لحلفاء لازم تتبع ال5 مبادئ دول. أول حاجة إنك تتحكم في انفعالاتك علشان تقدر تتصرف بوعي وبعد تفكير وتساعد على إن الموقف تخرج منه كل الأطراف كسبانة. فالبشر كائنات انفعالية، معظمنا فاكر إنه شخص عقلاني، لكننا في العموم بنتصرف من واقع حالتنا الانفعالية وبناخد على أساسها قرارات ونحاول نقنع نفسنا إننا صح، حتى لو هنخترع كذبة علشان ندعم قراراتنا. فمهم تتأكد إن انفعالاتك مش هي اللي بتحركك، إنما أنت اللي بتحركها. التحكم في الانفعالات مبدأ سهل، هدفه تبسيط الأمور وعدم المبالغة في رد الفعل. رغم إن كل موقف بيختلف عن التاني، لكن المبدأ الأساسي واحد، وهو إنك تتحكم في انفعالاتك، لأن ساعتها هتأثر بإيجابية على تفاعلات الناس. فكل موقف بتواجهه في شخص غاضب أو بيعارضك أو بينتقدك، وكل تحدي محبط بتواجهه بيبقى فرصة علشان تحصل على نتيجة أفضل. والخطوة الأولى لكده هي إنك تتحكم في نفسك، وده الجزء الوحيد من الموقف اللي تقدر تتحكم فيه. تاني حاجة استيعاب الاختلاف بين المعتقدات أو تجنب مواقف سوء التفاهم. هل فهمت كلام صاحبك غلط واكتشفت بعد كده انت وهو انكوا كنتوا تقصدوا معنيين مختلفين لنفس الكلمة؟ يعني مثلا كنت فاكرك عايز تقابلني عند الشاطئ جنب البحر، مش في المطعم الجديد اللي اسمه الشاطئ. هل اختلفت قبل كده مع حد واكتشفت بعدها ان الموضوع كله كان سوء تفاهم؟ كل واحد مننا بيشوف العالم بطريقة مختلفة، وخصمك او الشخص اللي بتتعامل معاه فاكر ان كل الناس بتشوف العالم من نظارته هو، مش فاهم ان في اختلاف. فهيفسر كلامك وأفعالك من معتقداته هو، مش من معتقداتك انت. مش ضروري تتعلم تفهم معتقدات الناس، لكن ممكن تبدأ تفهم ان حاجة متوقعة جدا لما يحصل اختلاف. ساعتها هتقدر تتصرف بنجاح وتشارك الطرف التاني في طريقة تفكيره، وتبطل تفترض افتراضات ضارة وما تاخدش الأمور على محمل شخصي، وتستوعب أبعاد جديدة للموقف مهمة ومختلفة عن طريقة تفكيرك، وتفهم المشكلة الأول وبعد كده تختار الكلام. تالت حاجة تقبل الأنا الخاصة بالآخرين. عادة بنعتقد إن الأنا حاجة وحشة، يعني مشكلة بيعاني منها الشخص المهتم بمصلحته النرجسي، لكن الأنا هنا مجرد إحساس الشخص بنفسه، وواجب عليه برضو يحترم الأنا بتاعت الناس. وانت بتتعامل مع الناس محتاج تستوعب إن إحساسهم بالأنا أمر حساس، فلو كنت بتطلب منه حاجة أو عايز تأثر عليه تأثير إيجابي، طبعا بعيد عن التلاعب، هتحتاج تتعامل مع الأنا الخاصة بيه باهتمام. وخد بالك إن الأنا الخاصة بيك أنت هي الأساس، فاعمل توازن، ولما بتقدر تتحكم فيها بتستفيد منها بشكل كبير في تحقيق الإنجاز الفردي ومصلحة المجتمع. رابع حاجة وضع الإطار المناسب. ركز معايا على الفرق بين المثالين دول. تخيل إنك بتشتري حاجة وسمعت واحد من الزباين بيعلي صوته وبيقول إن ده مش مقبول، أنا عايز المدير حالا. وفي خلال دقيقتين بيجي المدير وهو مستعد إنه يخوض معركة. ودلوقتي تخيل المثال التاني، بيحصل نفس الموقف مع بعض التغيرات البسيطة.
فالمرة دي بيسيطر العميل على انفعالاته وإحساسه بعدم الرضا، ويقول للموظف بهدوء أنا آسف إني هحطك في الموقف ده، ومن الأفضل إني أتكلم مع المدير. ويجي المدير وهو هادي لأنه عرف إن الزبون طلب يتكلم معاه بطريقة لطيفة، والزبون يسلم على المدير ويرحب بيه ويقوله شكرا إنك جيت علشان نتكلم، أنا عارف إنك مشغول. هنا المدير مش هيهتم لأي حاجة غير إنه إزاي يقدم أفضل خدمة للشخص الجميل ده ويحاول يرضيه. عرفت الفرق؟ إيه هو الإطار بقى؟ الإطار هو المقدمة أو السياق اللي بتبدأ من عنده أي حاجة في تعاملاتنا مع الناس. المثالين بيتكرروا لكن الأول بيتكرر أكتر في أي مكان. الفرق هنا في الإطار اللي حطه الموقف فيه. فالمثال الأول الشخص حط الموقف في إطار النزاع، والتاني حطه في إطار من التعاون، وده اللي أثر على المدير وخلاه متعاون. في رأيك أنهي واحد هيحقق نتائج أفضل؟ احرص إن انت اللي تكون مسيطر وتحط الموقف في إطار إيجابي يدعم الطرفين. خامس مبدأ هو التواصل بذكاء وتعاطف، يعني تبقى قادر تتكلم مع الطرف التاني بطريقة تخليه يقبلك ويقبل أفكارك، فبدل ما تجرح إحساسه بتتعاطف معاه وتخليه يقبل اقتراحاتك. ومش شرط علشان تكون متعاطف إنك تحط نفسك مكانه، كفاية بس إنك هتشاركه التجربة اللي بيمر بيها وتوصل له إنك فاهم إحساسه وإن دي حاجة مش مريحة بالنسبة لك، وإنك معاه علشان تساعده يتعامل بنجاح مع الإحساس ده. تعالوا بقى نبص بصة على الشخصية اللي ليها تأثير إيجابي على الناس، وهقولك تعمل إيه علشان تكون منهم. فشخصيتك أهم من اللي بتقوله أو بتعمله. رقم 1، كن ثابتا على المبدأ. خليك ثابت على مبدأك، ما تغيرش مبادئك لأي سبب، وخلي مبادئك قايمة على صفات شخصية ثابتة فيك، وساعتها هيكون ليك تأثير مطلق. رقم 2، خبير الكلام البارع. احنا كبشر نقدر نختار ما بين اننا نرتقي بالناس او نقلل منهم، ومش مضطرين نتكلم معاهم بشكل مباشر علشان نعمل ده. ففي ناس بتحب النميمة والكلام السيء على الناس اللي بيعمل مشاكل. حاول انت تكون عكسهم وتركز بس على الإيجابيات، وما تقولش عن حد حاجة وحشة، قول الحلو الإيجابي اللي يقرب الناس من بعض. رقم 3، ركز على مواطن قوتك ولكن لا تتجاهل مواطن ضعفك. فالتركيز على الإيجابيات مش معناه أبدا تجاهل السلبيات. رقم 4، لا تتجاهل المشكلات. واجه المشاكل بشكل مباشر، اعترف ان عندك مشكلة، الهروب مش حل. لاحظ المشكلة في بدايتها وحاول تدور لها على حل وتعايش مع الحل ده. رقم 5، اتعلم من أخطائك. حتى أنجح الأشخاص معرضين انهم يغلطوا. الأخطاء ممكن تكون مزعجة بالنسبة لك، لكن لو قدرت تعترف انك غلطت وتتحمل مسؤولية أخطائك وتصلحها على قد ما تقدر، هتكون أخدت خطوة كبيرة في اتجاه نموك الشخصي، وهتقدر تأثر على الناس بشكل إيجابي. الموضوع بيبدأ بالاعتراف بالخطأ، وكتير قوي من الناس الضعيفة مش بتعرف تعمل كده ومش هيعملوا كده، أما المؤثرين الناجحين بيعملوا كده بسهولة. كونك معترف بخطأك مش بس علامة من علامات النضج، لكن كمان بيمثل الأساس اللي بيقوم عليه أي نوع تاني من النمو والفاعلية. الاعتراف بالخطأ هو مفتاح النمو والتطور، بس ده لو كنت قادر الأول على الاعتراف بيه وتحمل مسؤوليته. رقم 6، تصحيح الذات. الأشخاص الناجحة مش بيكونوا مقتنعين إنهم ممكن يغلطوا بس، لكن كمان مهتمين إنهم يتعلموا أكتر ويصححوا طريقهم لو كان غلط. قرر إنك تتعلم من أخطائك على أمل إنك ما تكررهاش تاني، أو على الأقل ما تكررهاش كتير. لو كنت زيي وزي معظم الناس فغالبا هتكررها لحد ما تتعلم الدرس. ومرة تانية حابة أقولك إن الأخطاء جزء طبيعي من كنا بشر، وزي ما هتعترف إن عندك أخطاء، اعترف كمان بإنجازاتك واحتفل بيها. رقم 7، تحدث قليلا وافعل كثيرا. الأشخاص اللي ليهم تأثير إيجابي على الناس بتكون شخصيتهم مميزة، وأصحاب الشخصيات المميزة بيعملوا اللي بيقولوا إنهم هيعملوه فعلا. خلي سمعتك بين الناس إنك بتتكلم قليل ودايما بتلتزم بوعودك وبتحقق أكتر من ما هو متوقع منك. اعمل كده علشان تحقق النجاح على مستوى عملك وحياتك الخاصة. خلي اللي حواليك يعرفوا إنك بتتصرف فعلا بشكل جيد أكتر من كونك متحدث جيد. خليك شخص بدل من الكلام عن نفسه إنه صادق، هو فعلا بيتصرف بصدق. وأكيد مش الهدف من الكتاب ده هو إنك تقراه أو تسمعه بس، حاول من دلوقتي تطبقه في حياتك علشان تبقى الشخص اللي عايز تكونه. وبس كده، أشوفكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.